السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بيبو أو براق من قناة بيبو جيمر. إن شاء الله في هذا الفيديو بستعرض لكم شيء طلبتوه بكثرة، شيء صراحة جاء طلب عليه كثير آخر فترة. الكل يبي هذا الشيء اللي هو مسح في الحرب. صراحة جاني طلبات كثيرة عن ناس قال نزل مسح بالحرب. في كثير قالوا نزل تاون هول 8، وفي كثير قالوا نزل تاون هول 9. صراحة دحين ببدأ في التاون هول 9، بعدين بالتاون هول 8. بتكون هذه السلسلة أو سلسلة المسح هذه حلقتين. هذه الحرب بقسمها لحلقتين، حلقة مسح تاون هول 9 وحلقة مسح تاون هول 8. طبعا تاون هول 9 هجمات المسح في منها هجمات خرافية، في منها ملوك ليفل 30، وفي منها يعني جيش ماكس وكل شيء ماكس. ان شاء الله بتعجبكم، هجمات اسطورية يعني بكل معنى الكلمة. طبعا هذه الحرب مثل ما انكم شايفين انتصار 60 نجمة مقابل 42 نجمة، شيء خرافي بكل معنى الكلمة. مثل ما انكم شايفين ممسوحين، كل شيء عندهم ممسوح مثل الفيديو الماضي اللي وريتكم اياه. مسح بكل معنى الكلمة. طبعا ننتقل، ما عشان لا اطول عليكم، ننتقل للهجمة الاولى على طول. هجمة من الاخ فارس او فم هار. رقم 1 هاجم على رقم 1. مثل ما انكم شايفين الخصم تاون هول 9 ماكس الا الملوك والجدار، وهذا شيء طبيعي معروف عند كل اصحاب التاون هول 9، بس ملوكه ليفل عالي شوي ليفل 17، لكن المهاجم ملوكه ليفل 30 وهذا شيء جدا خرافي. الملكة ليفل 30 ما تمزح صراحة، وهذا الشيء بأكد لكم اياه في هذا الفيديو. يعني انصح جميع التاون هول 9 لا تنسى ملوكك، طورهم في كل جهدك عشان المسح كله يجي من الملوك. الملوك شيء جدا 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 خرافي، يعني نص الهجمة بالملوك لو كانت مطورة. يعني الجنود كلها على جنب والملوك على جنب لو كانت ملوكك ليفل عالي، ولو اقصد بليفل عالي ليفل عالي جدا، يعني مو بليفل ضعيف. يعني خلينا نقول ليفل 20 وفوق، هنا الملوك بدأت تصير خرافية. شوف الملكة ليفل 30 كيف تجلد. طبعا خلنا نعليكم الصوت شوي. هنا طلعت جاينت بوم، ما اثرت الا شيء قليل جدا في الملكة ليفل 30. طبعا مثل ما انتم شايفين الملكة ليفل 30 مع ريج اقوى من الملكة ليفل 40، 3 ضربات او 4 تقتل التنين. طبعا مع الريج سبيل شيء جدا 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 خرافي، ضربتين تقتل اي شيء. شوف كيف المخزن، شوفوا كيف المخزن راحت فيه. طبعا مثل ما انتم شايفين قوة الملكة شيء خرافي بكل معنى الكلمة، جالسة تجلد. وطبعا الملك ما باقي حبة بيكا، وباقي الملكة مع 2 بيكا. هذه اللي بتجيب الهجمة، هذه اللي بتجيب المسح. يعني صراحة شيء جدا 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 خرافي. ملكة لوحدها بتجيب المسح، ليش؟ عشان ليفل عالي. فلذلك انصح الكل لا يسحب على الملوك. الملوك شيء مهم، بل هو اهم شيء في التاون هول 9. الملوك والجدار، جدار ليفل 9 حلو، لو سويت جدارك ليفل 9 وانت تاون هول 9 شيء جدا جميل وقوي. يعني مثل ما انكم شايفين البيكا تشتغل على اساس انها درع. الحين تجي هذه دفاعات اللي هنا بتحاول تضرب الملكة، لكن البيكا هي درع دفاعي مسوية تانك، يعني درع للملكة. الملكة تمشي طبعا مثل ما انكم شايفين، وتجلد في المباني وتكسر في كل شيء. خلنا نسرع الهجمة شوي عشان لا يطول الفيديو. طبعا هنا البيكا فتحت الجدار، وهذا شيء ساعد بسرعة يعني على المسح. الملكة يعني باقي ما اعطاها الخاصية ومسحت القرية، كل القرية من مسحها الملكة والملك. الجنود بس كسروا الداخل، بس هذا هو اللي سوونه. مثل ما انكم شايفين مسح 3 نجوم من الاخ فارس فمهر ضد الاول سناب. مسحناهم مسح طبعا 60 نجمة. هذا بفضل الله ثم بفضل الشباب. طبعا ما في حد قصر في كل شيء، التعاون كان قوي.
كل شيء خرافي بكل معنى الكلمة. ننتقل للهجمة الثانية على رقم 2 من الأخ فمهر أو فارس أو FMHR، يعني بتنقرأ في كل الأشكال هذه. طبعا مثل ما انكم شايفين الهجمة على رقم 2 تاون هول 9 ماكس، دفاعاته كلها ماكس وملوكه 15. هجم من هذه الجهة. طبعا الفالكري مستخدمة في أغلب الهجمات اللي بتشوفونها اليوم. الفالكري استخدمناها بشكل كبير. الفالكري شيء جدا خرافي، لكن لازم تعرف كيف تهجم فيها. لو حابين انزل استراتيجية الفالكري قولوا لي بالتعليقات وان شاء الله بنزلها، او بحاول انزل هجمات خاصة عنها مع الشرح مفصل ومع طريقة الجيش بالتفصيل وكل شيء يعني ان شاء الله. طبعا دعم لافا، هو اللافا اقوى شيء الحين بالدعم للتاون هول 9، يمنع المسح. لكن جت مسح. الملوك ليفل عالي طبعا تجلد، ما عندها مسح، لكن هو في النهاية تاون هول 9 ما تعدى التاون هول 9، يعني هو هجمة عادية جدا ما فيها أي ظلم. مثل ما انكم شايفين الجيش داخل جالس يجلد في المباني أو يكسر في المباني ويحاول يمسح. هنا الملكة طبعا برج الارشر يضرب في الملكة ولا كأنه يضرب فيها شيء، تضرب المخازن وكل شيء بكل قوة. هنا الجيش الفالكري والبيكا والملك باقين عايشين مثل ما انكم شايفين. هنا الملكة وهنا باقي الجيش. هنا القلم او القلمات موجودين عند برج الارشر بيساعدون على تدميره. عطى الملكة الخاصية مثل ما انكم شايفين، عطى الملكة الخاصية وباقي شغال الجلد والدعس في الهجمة. هجمة خرافية. شكرا لك يا اخ فارس، ما قصرت طبعا في الهجمة. طبعا اي واحد يحب يدخل كلان حياه الله ينورنا. مثل ما انكم شايفين باقي جيش قليل اللي هو الملك ليفل 23، ليفل خرافي 23 طبعا شيء خرافي جدا. وباقي حبة ويزرد، وهنا حبة ويزرد. والآن مثل ما انكم شايفين باقي شوي على المسخ. خلنا نسرع الهجمة عشان يخلص بسرعة. اكتبوا لي رايكم في اسلوبي لشرح الهجمات، عشان اول مرة انزل شرح للهجمات او هجمات مسح، يعني مثل ما جاني طلب كبير عليهم. مثل ما انكم شايفين الجيش امامكم وبكذا جت الهجمة مسح. اعطوني رايكم في اسلوبي ان شاء الله يكون عجبكم. ننتقل للهجمة الثالثة. الهجمة الثالثة مني انا مني لكم لعيونكم مسح. طبعا هذه الهجمة تاون هول 9 ضد تاون هول 10. هجمة جدا جدا سخيفة، يعني بسرع الهجمة عشان صراحة جدا جدا اللاعب ضعيف. تاون هول 10 بتهور بالبيت، عشان كذا انا بنزل فيديو ان شاء الله بالمستقبل عن نصائح للمتهورين في التاون هول. طبعا كل شيء ممكن يتصلح، لا تيأس لو كنت متهور بالتاون هول، بامكانك تضبط قريتك، وان شاء الله بنزل تعليمات عن هذا الشيء او بنزل فيديو خاص اشرح فيه هذا الشيء. طبعا هنا الانفيرنو ما يمزح، شوف كيف كسر الجولم بسرعة كبيرة جدا. انا المفروض ما انزل الجولم، لازم احسب الانفيرنو متعدد الاهداف، لكن طلع هدف واحد وللاسف يعني دمر لي الجيش كثير. لكن الحمد لله قدرت اتدارك الوضع وانزل الهوك معاهم الانعاش. مثل ما انكم شايفين الهجمة يعني مبينة مسح ان شاء الله. مثل ما انكم شايفين طبعا هنا صار حركة حلوة يوم جاء الهوك. هنا كان في مجتمع عليه سكيلتون ترابس او الهياكل العظمية بشكل كبير، لكن الملكة جلدتهم ضربتهم وفشلت او حبطت كل شيء. حبطتهم يعني، وما يعني ما جلدوا الهوك او ما ذبحوا الهوك. مثل ما انكم شايفين تقريبا تخلص الهجمة. خلنا نسرع، باقي شغل تنظيف بس. خلصت الدفاعات مثل ما انكم شايفين، وبكذا جت الهجمة مسح 100%. ومثل ما انتم شايفين هذا هو الجيش واضح امامكم.
ملك وملكة مع ويتش، يعني جيش مشكل جدا بشكل واسع. والآن ننتقل للهجمة الرابعة من الأخ معفس أو عبد الله على رقم 4. هو رقم 5 هاجم على رقم 4. رقم 4 دفاعات ماكس، كل شيء ماكس طبعا مثل ما انكم شايفين، شيء خرافي جدا. يعني لا تستخف بالجدار، عنده جدار ليفل 9 وعنده بنفس الوقت يعني دفاعاته ماكس. خلنا نشوف الهجمة ونتابعها. تصميم هذا شوي سهل، يسرع الهجمة عشان تصميم سهل. بوريكم انا هجمات صعبة شوي او جيش متعوب عليه شوي. يعني هذه الهجمات سهلة بالنسبة لباقي الهجمات مثل ما انتم شايفين. كذا يعني باقي شغل تنظيف وخلاص خلص، تكون جت الهجمة مسح طبعا. مثل ما انكم شايفين الهجمة 100% لصالح الكلان شباب داعس ضد الكلان الفرنسي LE41، وهذا هو الجيش واضح امامكم. ننتقل للهجمة الخامسة. نشوف هجمة قوية او تصميم قوي. اصبر شوي. هذا التاون هول 10 متهور بالبيت، كلهم كذا نظامهم. لا تتهور بالبيت يا شباب، اتمنى لا احد يتهور بالبيت، لا احد يتهور بالتاون هول. هذه الهجمة من الاخ محمد او ماكس اكس اي من. هجمة خرافية في استراتيجية جدا جدا خرافية وفعالة. يلي يحب انزل له عن الاستراتيجية تقول لي ان شاء الله بنزل اي استراتيجية في راسكم، قولوا لي وان شاء الله بنزلها. بنزل اي شيء في راسكم يعني او حابين تشوفونه في القناة. خلنا نسرع الفيديو. طبعا هذه الاستراتيجية تعتمد على ان الفالكري تدخل داخل تذبح الملكة وتذبح الاشياء اللي داخل، وممكن تفجر القنابل لو كانت موجودة داخل. هو دخل من هذه الجهة طبعا، حط مشروب القفز او التنقيز او المشروب هذا، يعني الكل يعرفه طبعا، نقول له مشروب التنقيز. مثل ما انكم شايفين دخلت الفالكري داخل وعطاهم هيل سبيل. بعد ما اعطاهم هيل سبيل ذبحوا طبعا كل السكيلتون ترابس والقنابل. يعني استراتيجية انصح فيها صراحة، استراتيجية ما تمزح، استراتيجية خرافية. هنا طبعا كان في جاينت بومب لكن راحت انا استغل الفرصة. كان الجيش كله مجتمع الفالكري والهوج واعطاهم هيل سبيل. طبعا انت هاجم في هذه الاستراتيجية، انت تحدد في اختيارك تنزل الهيل سبيل على الهوج او على الفالكري. اثنينهم ينفع طبعا بكل الاحوال، اثنينهم ينفع. لو اعطيت الفالكري الانعاش بتظل عايشة وبتجلد، لو اعطيت الهوج الانعاش بيظل عايش وبيجلد. لكن لو عرفت تستخدمهم في المكان الصحيح بتكون انت الكسبان وبتعطي كل شيء هيل سبيل. مثل ما انكم شايفين انتهت الهجمة تقريبا، باقي شغل تنظيف بس، باقي مصنعين إليكسير وبتنتهي الهجمة. طبعا انتهت الهجمة مثل ما انكم شايفين امامكم باستراتيجية الفالكري والهوج والجولم، مسح 3 نجوم. وبوريكم ننتقل لآخر هجمة ان شاء الله، هجمة خرافية. هجمتها صراحة يعني بجيش حلو، عشان كذا بوريكم اياه. هجمة يعني باستراتيجية نادر اشوفها انا، لكن انا استراتيجية استخدمها بكثرة. هذه استراتيجية اعتمادها على ان الصواريخ تكون موجودة في وسط القرية. اي تصميم مهما كان ليفل الصواريخ، مهما كان ليفل التاون هول، اي تصاميم الصواريخ داخل تقدر تستخدم هذه الاستراتيجية، ومستحيل تجيب العيد من عندي، مستحيل تجيب العيد. طبعا الاستراتيجية الفالكري والجولم والبالون من دون اي لافا. طبعا شوف الاستراتيجية كيف، استراتيجية جدا خرافية. طبعا اول شيء سحبت الدعم، خلنا نسرع. سحبت الدعم بالسم، 2 سم بالطريقة الاعتيادية. طبعا مثل ما انكم شايفين
نزلت الجول مات او الجول مع بعض. بعدين الفالكري تتجه لمنتصف القرية، فجرت لي القنابل، وانا ما احتاج طبعا القنابل يعني، او ما تفرق معاي عشان جيشي جوي، لكن انتظر عشان تكسر لي كافة الصواريخ. هذا اهم شيء عندي، تنكسر الصواريخ عشان اقدر انزل البالونات. مثل ما انتم شايفين البالونات تتوزع بالشكل الاتي: كل دفاع بالونين، كل دفاع بالونين، كل الدفاعات بالونين 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 بالونين. وبكذا بتكون خلصت بأسرع وقت الهجمة من دون أخذ وقت زايد ومن دون أي شيء زيادة. طبعا الفالكري باقي عايش يعني وعلى قيد الحياة، وكل البالونات بتمسح في القرية. مثل ما انكم شايفين انتهت الدفاعات، البالونات تحاول تنظف. هذه هي مثل ما انكم شايفين يعني أمامكم الفالكري كلهم او تقريبا كلهم عايشين. هجمة خرافية واستراتيجية خرافية، انصح الكل يستخدمها. طبعا كذا نكون انتهينا من هجمات المسح للتاون هول 9. اتمنى تعطوني رايكم في اسلوبي في شرح الهجمات للتاون هول 9. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى يعني ان شاء الله بنزل الحلقة الجاية تكون للتاون هول 8. ويوم خلص من هذه الهجمات بصور التاون هول 8. طبعا خلصنا الحين من هجمات تاون هول 9. اتمنى تكون نالت اعجابكم. لا تنسوا تعطوني رايكم في الفيديو، ولايكك واشتراكك يحفزني في الاستمرار. اتمنى تشترك لو ما انت مشترك، اتمنى تعطيني لايك عشان تحفز، اتمنى تعطيني رايك في تعليق في اسفل الفيديو. للتواصل معي سناب شات الظاهر امامكم في الشاشة. وبس في نهاية المقطع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.